السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجنا جمهور الأهلي. النهاردة إن شاء الله هنعلق على ماتش الأهلي وغزل المحلة والماتش بتاع طلائع الجيش والزمالك. طبعا الماتش بتاع رجعنا بقى خلاص النهاردة أجازة من كأس العالم، وبكرة إن شاء الله يوم الجمعة نبتدي بقى نرجع تاني لكأس العالم ودور التمانية. فرجعنا بقى تاني للدوري المصري بقى ونتفرج على مواقف وطرائف الدوري المصري. النهارده الماتش بتاع غزل المحله والاهلي. طبعا يعني الماتش صراحه الراجل مارسيل كولر عمل مباراه رائعه. ما كناش نتوقع ابدا ان الاهلي، يعني كلنا كنا حاطين ايدينا على قلبنا غزل المحله وفي المحله. وطبعا يعني احنا عارفين كلنا ان اي فرقه قدام النادي الاهلي بتقلب ليفربول وبتقلب تسعة في بعض ومتلعبش كده قدام اي فرقة تانية. ادينا شفنا طلائع الجيش اهو خسر 4-0 من الزمالك، بس هنتكلم عن مباراة الزمالك كمان شوية يعني. المهم الراجل مارسيل كولر، يعني شفنا النهاردة الضغط العالي اللي عمله من اول الماتش. الراجل ما شاء الله كان ضغط جامد قوي، لدرجة ان كانت لعيبة المحلة مش عارفة تتصرف في الكورة ومش عارفة تطلع الكرة من منطقة جزائها. فالراجل كان عامل ضغط جامد جدا بأربعة: برونو سافيو، بيرسي تاو، محمد، كريم فؤاد، وكان معاهم أحمد عبد القادر. فالأربعة دول كانوا عاملين ضغط جامد جدا على مدافعين نادي المحلة، والأخطاء بتاعتهم ولدت الجونين في الشوط الأولاني بتاع بيرسي تاو وبرونو سافيو. بس للاسف بيرسي تاو وبرونو سافيو جالهم فرص كتيره جدا، كان ممكن ان يعني الشوط الاولاني ده يخلص 5-6-0 لولا ان هم يعني ضيعوا الاجوان دي، وكان ممكن ان هم يجيبوا اجوان اكتر من كده. وبرضه في علامات استفهام على يعني احمد عبد القادر. بيعمل كل حاجه في الكوره يعني احمد عبد القادر، يعني احنا محتاجين منك حاجه واحده بس، ان انت تبطل ترقيص كتير. انت لعيب مهاري وكل حاجه وفوق راسنا ولعيب سوبر، بس لو بطلت الترقيص شويه او كولر خد معاك يعني موقف جامد من موضوع الترقيص ده، يعني هتبقى لعيب في حته تانية خالص. يعني هتبقى لعيب حاجه تانية خالص وفي حته تانية خالص، وهتفيد فرقتك وهتفيد نفسك ان انت تقلل شويه موضوع الترقيص. في يعني حاجات كتيره قوي وفرص كتيره قوي، لو ما كنتش رقصت ولعبت على طول 1-2 كانت خلصت الكوره بجون. طبعا الشوط الثاني يعني ما كانتش فيه فرص. طبعا نزل، يعني هو نزل محمد شريف ونزل شادي حسين وطلع طبعا بيرسي تاو بقى وطلع برونو سافيو وكده. بس يعني للاسف الحظ برضو ما حلفهمش، وكان في شويه انانيه لما نزل قفشه. كانت في شويه كور يعني ما اعرفش، كانت ممكن تروح لمحمد شريف وكان ممكن يجي منها اجوان كتيره، بس كان في تسرع من اللعيبه كتير ما اعرفش ليه. غير ان برضو يعني اللعيبه عايز تثبت نفسها، مفيش مشكله ماشي، بس يعني ما انت ممكن يعني تثبت نفسك باسيست مثلا. هو اي نعم قفشه عمل 2 كويسين اسيست لشادي حسين بالهيد، بس للاسف هو ما ركنهاش صح يعني. وفي كوره اللي هو شاطها برضو وللاسف ما جاتش. بس يعني في المجمل الراجل كولر النهارده يعني علم على المحله كانت يعني كانوا بيعملوا المستحيل. المحافظ بتاعهم واحمد دياب، يعني بنشكر كابتن احمد دياب اللي رجع بابا فاسيليوس مدرب المحله علشان النهارده يتهزم. وبنشكر يعني بنشكر ربنا ان يعني ربنا بيسود وشكم على طول، وهتفضلوا كده على طول ربنا مسود وشكم، لان انتوا يعني في باطل، واللي بيفضل طول عمره على باطل كده ربنا بيخسف بيه الارض ان شاء الله يعني. الحاجة التانية بقى كابتن محمد الحنفي وكابتن باشا الفار. والموضوع بقى بتاع الفار ده يا جماعة لازم الاهلي يشوف له حل، لان يعني ملاحظ في الفار من الماتش اللي فات بتاع طلائع الجيش ان الفار بيعطل في حاجه مهمه للنادي الاهلي. يعني الماتش اللي فات قبل الكره اللي حصل عليها جدل والفار اشتغل مخصوص عشان يخليها مش بلانتي للاهلي، كان في لمسه يد على طلائع الجيش، والفار كده مره واحده عطل وقال لك الفار عطل. طب يعني ايه حكايه ان الفار يعطل في حاجه مهمه لفرقه بعينها وبعد كده يرجع يشتغل؟ مش قادرين نفهم ايه موضوع الفار بيعطل ده. زي برضو كده النهارده الفار معطل لما اللعيب بتاع غزل المحله داس على اكرم توفيق، وكان هيعمل له اصابه جامده قوي بالستارز على فخده من ورا،
والحكم عداها والفار عداها، وفي الفار ما عداهاش، الفار قال له الحقني ان الفار قطع. ما شاء الله، يعني الفار بيقطع في حاجات معينة. وبعد كده الفار اشتغل وجاب اللقطة بتاعت الشناوي، كان عايز يطرده علشان طلع كورة من قدام اللعيب بتاع المحلة، والراجل طلعها، يعني هو اللي هاجم على الكورة وهو اللي قاطع الكورة، يعني الراجل بيلعب على الكورة يعني. فساعتها الفار اشتغل واستدعى محمد الحنفي عشان يشوفها في الفار. طب الفار ليه ما جابش الثلاث بلانتيات بتوع الاهلي؟ ما جابش البلانتي ليه بتاع اكرم توفيق؟ واكرم توفيق بيقول لمحمد الحنفي روح شوفها، يعني استدعي الفار، خلي الفار. لا طبعا، مش عمر الفار ما هيقول بلانتي للاهلي، عمر الفار ما هيقول طرد للاهلي. لو على الاهلي ماشي هيقول طرد طبعا، وهيقول كل اللي انتوا فاهمينه. فيعني مش عارفين لحد امتى يعني هنفضل بالقذاره دي يعني، وهنفضل لحد امتى بالفار ده. طبعا امبارح كان في فيديو كده، كابتن جمال عبد الحميد بيسالوه سؤال، هو الفار خدم الاهلي ولا الزمالك؟ او الفار يعني عمل يعني ايه الفرق مع الاهلي او الزمالك؟ قال لهم فرق مع الاهلي. هو فعلا يا كابتن فرق مع الاهلي، لدرجه ان هو يعني ايه كل الحاجات اللي الاهلي بتجيله صحيحه ما بتتحسبش. الحاجات اللي بتتحسب بس للزمالك، انما الفار فعلا مع الاهلي، وفعلا يعني وجهة نظر صحيحة وتحترم يعني. الحاجة التانية، المذيع سأله برضو مين أحسن لاعب يعني في مصر من أيامكم كده، ومش كان محمود الخطيب؟ قال له لا، محمد صلاح. طب إيه اللي جاب محمد صلاح في الحقبة بتاعت حضرتك للحقبة بتاعت دلوقتي؟ يعني هو المذيع بيقول لك في الوقت اللي أنت كنت بتلعب فيه مين كان أحسن لعيب في مصر؟ فهو ما رضاش يقول الخطيب طبعا، يعني احنا عارفين يعني النفسنة والمرضى النفسيين الأربعة أو الخمسة اللي معروفين في مصر: جمال عبد الحميد، مصطفى يونس، مجدي عبد الغني، طاهر أبو زيد. الأربعة دول يا جماعة عندهم حقد، يعني ما تفهمش الخطيب ده عامل لهم إيه. يعني مع احترامي ليهم، يعني لو الخطيب متجوز أمهم مش هيحقدوا بالطريقة دي على الخطيب. فيعني ربنا يعني يهديهم كده، وربنا يعني يطلع كده الحق ويخليهم. يعني احنا طبعا عارفين كل الاربعه يعني ايه، او الخمسه دول يعني كلهم طلعوا في فضايح، وكلهم يعني كانوا ما شاء الله. سواء مجدي عبد الغني اللي طلع بفضيحه من اتحاد الكوره، وطلع بكارثه سودة وسرقه التيشيرتات اللي مصر كلها عارفاها. جمال عبد الحميد بعد ما خلص وفشل في لعب الكوره، طلع مع فيفي عبده، وطلع لابس ست ومتصور في بلاوي زرقاء، مش عايزين نتكلم. مصطفى يونس بيروح ينام دلوقتي في استوديوهات نادي الزمالك مع المختل مرتضى منصور لحد الفجر، ويهز راسه بس كده، ده اللي بيعمله. فكلهم معروفين. وطبعا اخرهم طاهر ابو زيد اللي طلع عمل بند ال8 سنين مخصوص عشان المريض النفسي، عشان يمشي حسن حمدي من رئاسة نادي الاهلي. اهو يعني في نكرة دلوقتي، محدش ولا بيستضيفه ولا حد بيشوفه. مسك ايام الاخوان كده 4 سنين بتوع وزير رياضة، واتركن على الرف، مبقاش حد بيعبره اساسا. فيعني المرضى النفسيين دول يا جماعه، اللي هم اللي بيطلعوا وبيقولوا كلام وحش عن الاهلي وعن الخطيب، ربنا بيديهم على قد نيتهم. اوعوا تفتكروا ان يعني ايه ربنا بيسيب، لا، ربنا ما بيسيبش. الحاجه التانية، من شويه دلوقتي الماتش طبعا بتاع طلائع الجيش والزمالك كان شغال، وطبعا يعني انا اتفرجت كده على شويه جزء من الشوط الاول، وصراحه قرفت اكمل اتفرج على الماتش. يعني الحكم احمد الغندور يعني ايه مش قادر اقول لكم. الكرة اللي بتطلع بره ضربة مرمى بيحسبها كورنر. يعني ادى للزمالك 5 كورنر في كرة كلها الزمالك هو اللي لعيبة الزمالك كلهم هم اللي مطلعين الكرة بره. ادى 5 كورنر في الكرة دي. يعني كورنر يتلعب لعيبة الزمالك تطلعهم يحسبها كورنر تاني، يتلعب الكورنر لعيبة الزمالك تطلعها يحسبها كورنر تاني. الراجل يعني مش عارف. ولعيبه طلائع الجيش تعترض، وهو ولا عادي، ايه يا جماعه كورنر ما فيهاش مشكله. طبعا ده غير الفاولات اللي كل ما زيزو يقع فاول، كل ما زيزو يقع يعني زيزو ده لو ابن خالتك انت مش هتديله كل الفاولات دي. يعني كل الفاولات دي لو زيزو ده يعني معلش يعني ابنك، مش هتديله كل الفاولات اللي انت اديتها لزيزو دي.
فيعني ما اعرفش، يعني مش قادر اتكلم ومش قادر اقول. يعني طلائع الجيش ده كل فرقه بتلعب قدام الاهلي بتاخد حقها تالت ومتلت، كل فرقه بتلعب قدام الزمالك لا ما بتاخدش حقها للاسف، وبيخترعوا لهم فاولات وبيخترعوا لهم كورنرات وبيخترعوا لهم حاجات كتيره قوي، لحد ما لازم الزمالك يكسب. ما تفهمش ليه يا جماعه لازم الزمالك يكسب؟ مش عارف. يعني هل فرقه طلائع الجيش، هل يعقل الفرقه اللي كانت محجره قدام الاهلي دي وخسرانه 2-1 تخسر 4-0 النهارده من الزمالك؟ لا ما يعقلش ان هي تخسر 4-0 من الزمالك. بس طبعا الشغل بتاع الحكام والشغل بتاع الفار والفار بتاع ده يقول لك احنا ما كسبناش الا لما الفار جه. طب ما طبعا لازم تكسب، ان الفار بيحسب لك حاجات ما انزل الله بها من سلطان. يعني انت عايز ايه تاني؟ الخطوط اللي بتترسم بالفار بتتزور. يعني اي حاجه بتيجي مثلا اوفسايد ولا بتيجي الكره فيها شك ان هي جون، بتفضل نص ساعه في الفار لحد ما وتتعرض مره واحده. يعني كان في كره النهارده في ماتش الاهلي بتاعت برونو سافيو، انا لحد دلوقتي مش متاكد ان هي اوفسايد. الكره اتعادت من الاون سبورت مره، والمره الثانيه اتعادت بالخطوط الفار جابها. والله اقسم بالله انا يعني ما كملتش ثانيه حتى الخط، انا بصيت على الخط كده لمده ثانيه، انا حاسس ان هي مش اوفسايد، بس هي ما اتعادتش تاني، هو اتعادت لقطه كده وجرت وخلاص وشكرا على كده. فيعني احنا لنا الله في اللي بيحصل في الكره المصريه ده. روحوا شوفوا قطر يا جماعه، شوفوا السيميليتور اللي في قطر، شوفوا الفار عامل ازاي، شوفوا المغرب وصلت ايه. الواحد بيتحسر، يعني الواحد بيتحسر على الكره المصريه واللي ناب الكره المصريه من اتحاد الكره الضعيف الفاشل، ومن التدخل في الكوره للدرجه دي من الحكومه والقرف اللي احنا بنشوفه. شوفوا المغرب يا جماعه، اتفرجوا بقى. يعني سيبكم بقى من الزمالك، وسيبكم من المحاباه للزمالك. النهارده ولا امبارح واحد طالع في قناه الزمالك بكل يعني ما اعرفش ده يعني ايه ملته ولا ايه كونيته، يقول لك اصل رئيس الوزراء بيتكلم عن الفراخ والزمالك احسن من الفراخ، احسن من الزمالك. فراخ ايه يا ابني اللي انت بتتكلم عنها يا ابني؟ فراخ ايه بس ونيله ايه وزفت ايه اللي انت بتتكلم عنه ده؟ انت كده يعني انت بتفضحهم وبتفضح فرقتك وبتفضح. يعني انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ في يعني انا مش عارف ازاي قناه الزمالك ولا ازاي المشرفين على القناه دي ما اعرفش يعني ازاي يسمحوا الواحد يطلع يقول الفراخ احسن من الزمالك ولا الكلام العبيط اللي بيتقال ده. يعني منتهى يعني حتى الحاجه الاعلاميه او حتى المنصه الاعلاميه يعني تدنت، والمحتوى الاعلامي تدنى لدرجه ان الراجل طالع بيقول الزمالك احسن ولا الفراخ احسن. مش عارف، يعني انا مش قادر افهم. يعني لكم ان تتخيلوا ان احنا وصلنا لمستوى اعلامي بالطريقه دي، فلكم ان تتخيلوا ان احنا نطلع من كاس العالم ونطلع من كاس الامم ونطلع من كل حاجه بسبب اللي احنا وصلنا له ده. عمرنا ما هنخش كاس العالم ولا هنكسب كاس الامم بالمستوى المتدني من اتحاد الكوره. يعني اقدر اقول لكم مين رئيس اتحاد الكوره؟ رئيس اتحاد الكوره حضراتكم سمعتم عن جمال علام ده في اي حاجه؟ يعني يا جماعه رئيس اتحاد الكوره ده يعني لازم يبقى حد معروف، شخصيه يعني مفهومه عن على الكوره او معروفه في الكوره. ما نعرفش مين جمال علام ده. طب يعني اديكوا شايفين الكاميرون، شايفين صامويل ايتو، يعني طب يعني ما تشوفوا لعيب كده زي صامويل عندنا. يعني عندنا بدل اللعيب مليون ممكن يبقوا قياده وممكن يبقوا حاجه محترمه تمسك اتحاد الكوره. يبقى حد عادل يمسك اتحاد الكوره كده، ما يبقاش اي حد جاي واي حد بيمسك اتحاد الكوره والبلاوي المعموله في اتحاد الكوره دي. يعني اديكوا شفتوا المغرب عملت ايه، اديكوا شفتوا ماشي السعوديه يعني خرجت، بس يعني لعبت قدام الارجنتين ماتش عمرها. احنا يعني رحنا كاس العالم بتاع روسيا الثلاث مطوشه بخ، ما لناش اي وجود. ده كمان كان ايه يعني؟ ده احنا كنا مع كوبر احسن واحد جه دربنا واحسن واحد وصل بينا لكاس العالم. اي نعم اخفق في كاس الامم، بس الراجل ده يا جماعه كان اخر مدرب محترم لعب مع المنتخب. كابتن حسن شحاته اخد 3 كاس وبعد كده كوبر جه دخلنا كاس العالم. دول اخر 2 محترمين جم المنتخب. غير كده اجيري ده ولا مش عارف مين، معرفش جابوه من انهي داهيه. مش عارف الراجل بعد كده حسام البدري، بعد كده كارلوس كروش يعني اتهبت 6 من منتخب هو لما لعب مع ايران.
اتهبت 6 يا جماعه، يعني مش كده يا جماعه، يعني انتوا جايبوا لنا وكان في كولومبيا قبليها مهبوط 6. الكلام ده بقى طبعا ما اتقالش ولا اتعمل الا لما كروش لعب كاس العرب ووقع، ولعب كاس الامم ووقع. بقت الناس تطلع تقول ده كروش ازاي انتوا جايبينه، ده حارس مرمى، ده راجل ملوش في التدريب، ده راجل خسران 6، فرقه كولومبيا مسرحاه، منتخب كولومبيا مسرحه وكان قاعد في البيت وانتوا جبتوه. ما انتوا جبتوه على اساس ايه؟ يعني انتوا جبتوه على اساس ايه؟ خسر 6 وفي الاخر برضو ما وصلش بمنتخب ايران. يعني انتوا انا ما اعرفش انتوا يعني بتتكلموا في ايه ولا بتعملوا ايه في اتحاد الكوره. وبعد كده جبتوا لنا حسام البدري، وبعد كده ايهاب جلال، يعني ولا حسام البدري ينفع ولا ايهاب جلال ينفع، يعني الاثنين رايحين في داهيه. يعني حسام البدري بتاع ده مع النادي الاهلي ياما هرب وياما عمل بلاوي وياما اتنيل على عينه، والاهلي عمره ما هيجيبه تاني. في الاخر خالص راح مسك بيراميدز عشان الفلوس، يعني ما هوش مدرب عدل. ايهاب جلال نفس الكلام، ولا ليه ولا فكر دفاعي ولا فكر هجومي ولا اي حاجه. وروي فوتوريا اللي انتوا جايبينه ده ما شاء الله ما ملوش اي يعني اي شخصيه ولا اي حاجه. سيبكم من منتخب بلجيكا، منتخب بلجيكا المغرب كسبه بكل سهوله. يعني منتخب بلجيكا مش المنتخب المرعب الواو، يعني منتخب بلجيكا كسبه وما فيهوش مشكله خالص. سيبك ان احنا رحنا عملنا مباراه استعراضيه وطلع بعد كده ان في ضحك على الدقون، وان احنا خدنا 25,000 والمباراه معموله ب20 مليون دولار، حاجه كده يعني هلاميه يا جماعه. ده احنا حتى التنظيم ما احناش عارفين نعمله، احنا اتضحك علينا. رحنا لعبنا ماتش في الكويت، بدل ما ناخد نص المبلغ خدنا 10% ولا 1% من المبلغ، وبيحققوا والتحقيق اتكتم عليه، وما نعرفش ايه اللي هيتقال في التحقيق ولا ايه اللي حصل في التحقيق. فانا مش عارف صراحة، يعني احنا هنوصل لحد ايه مع اتحاد الكورة؟ وهل احنا يعني ربنا كده ينصفنا زي المغرب مثلا ونلاقي نفسنا كده في كاس العالم المرة الجاية؟ ما اعرفش، يعني مع روي فيتوريا اللي هم جايبينه ده يعني شفناه وشفنا الشخصية بتاعته الضعيفة. حازم امام بيخش ياخد اللعيبه اللي هو عايزها يوديها نادي الزمالك يلعبوا المباريات بتاعتهم، ومفيش اي يعني حكم ليه على المنتخب، ومفيش اي شخصيه ليه على المنتخب. اللي عايز حازم امام يعمله بيعمله. فيعني برضو يعني ده كلهم زي بعضيهم. انما لو في واحد شخصيته قويه طبعا هم عمرهم ما هيجيبوا حسام حسن. يعني حسام حسن ده ابعد من السما ان هو يجي يدرب المنتخب، لان حسام حسن طبعا ليه شخصيه، واستحاله ان يجي حازم امام يقول له لو النبي اديني اللعيب ده يروح يلعب ماتش الزمالك. يعني معلش هيقول له كلمه لفظ يعني مش قادر اقوله. يعني الراجل ده يعني ما بيخافش، والراجل ده يعني حسام حسن شخصية قوية، ومحدش يقدر يقول له تلت في 3 كام. ولا طبعا كابتن حسن شحاتة هيرجع طبعا بالمنظر اللي هم عاملينه، واتحاد الكرة التعبان اللي ملوش اي حاجة مش هيرجع يهزق نفسه. يعني مع احترامنا لكابتن حسن شحاتة، عمره ما هيرجع ويهزق نفسه على اخر الزمن يلعب مع اتحاد كرة تعبان، واتحاد كرة بيضحك عليه، واتحاد كرة يعني في الفساد كله من ساسه لراسه. في الاخر خالص تطلع جريدة المسا تقول لك ده احسن اتحاد كرة، ويطلع يقول لك ده احسن رئيس اتحاد كرة في ايه؟ احسن رئيس اتحاد كرة في ايه؟ ده زيرو بطولات، ولا منتخب حقق اي حاجة في الكورة السنة دي، 0 بطولات. يعني انت بتتكلم في ايه؟ المهم يعني معلش خدنا حضراتكم كده شويه في حته اتحاد الكوره دي، عشان الواحد صراحه ما يعني مبقوق من الموضوع. يعني ان شايف المغرب وشايف المنتخبات العربيه السنه دي في كاس العالم للاسف. يعني لو احنا كنا موجودين كنا يمكن عملنا حاجه ولا وصلنا لحاجه، بس للاسف الشديد يعني الفساد يعني طال اتحاد الكوره لحد القاع لما يعني قال يا كفى. فمعلش خدناكم في الحته دي يعني للاسف الشديد. شايفين الحاجة ومتحسرين على المنتخب بتاعنا وزعلانين. بس في الأول والآخر يعني منتخب المغرب عمل المستحيل وشرفنا ودخل التاريخ بدخوله لدور الثمانية. نتمنى بقى المنتخب المغرب ان هو يشرفنا ويكمل بالروح دي وبالإصرار ده. وإن شاء الله بإذن الله يوم الجمعة نطلع معاكم ونحلل لكم مطوشة كأس العالم بإذن الله.
وانتظركم في حلقة جديدة ان شاء الله من برنامجنا جمهور الاهلي. ما تنسونيش في دعمكم باللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.